السلام عليكم. أهلا ومرحبا يا أصدقاء. النهاردة معكم سنبلة في بودكاست جديد. هنتكلم عن كلمة بسيطة قوي بس ليها قوة جبارة. كلمة لأ. والله الكلمة الصغيرة دي ممكن تغير حياتك وتحميك وتخليك كمان تبني علاقات صحية أكتر. ليه بنخاف نقول لأ؟ اتربينا إننا نرضي الناس مثلا، أو الخوف من الزعل أو الرفض، أو الإحساس بالذنب. طب إمتى لازم نقول لأ؟ لما تحس إن حدودك بتتعدى واللي قدامك بيتعدى عليك، لما الطلب مش مناسب يكون ليك أو يكون فوق طاقتك مش هتقدر تتحمله، لما العلاقة اللي انت فيها تكون بتستهلك منك أكتر ما بتضيفلك. طيب، ممكن نقول شوية أمثلة من الحياة اللي بيقابلونا بشكل يومي؟ طبعا. صديق دايما بياخد وما بيقدمش أي حاجة ليك، شريك بيطلب منك تتغير علشان هو يرتاح وبس، شغل بيضغط عليك نفسيا من غير أي تقدير أو حتى عائد يرضيك نفسيا ويحسسك إنك بتقدم الجهد ده قصاد التعب المادي ده. إزاي تقول لأ بأسلوب محترم ما يجرحش اللي قدامك؟ أنا ما أقدرش أعمل كده دلوقتي، ممكن تقول كده، أو الطلب ده مش مناسب ليا، أو أنا محتاج وقت لنفسي أكتر، أو مش هقدر أعمله خالص خالص علشان أنا مش هقدر أتحمل ده، أو أقدر أكفر الموضوع ده بشكل أو بآخر. إيه اللي بيحصل لما تبدأ تقول لأ؟ الناس اللي بتحترمك هتفضل، العلاقات السامة هتتصفى وهتمشي من حياتك، وبالعكس انت هترتاح أكتر بكتير، هتحس ان انت بتاخد نفس، قلبك نفسه بيرتاح، هتحس انك مرتاح أكتر ومبسوط وكمان مسيطر على حياتك بشكل جميل. كلنا فاكرين إن كلمة لأ مش ضد الحب، دي أحيانا أكبر دليل على حبك لنفسك واحترامك لوقتك وحدودك. جربوا تقولوا لأ لما تحس إنكم محتاجينها، وصدقوني حياتكم هتتغير. في آخر الحلقة بتاعتنا النهاردة، فكروا كده شوية، كلمة لأ مش نهاية الدنيا، دي ممكن تبقى بداية جديدة لحياة أهدى وأريح. ولو حد زعل إنك بتحافظ على نفسك وعلى حدودك وعلى كيانك وصحتك النفسية، يبقى هو أصلا مش بيحبك. صح، خليك دايما فاكر إن اللي بيحترم حدودك يستاهل وجودك. شكرا إن انتوا قضيتوا الوقت ده معايا، وما تنسيش أو ما تنساش تقولوا لأ للحاجات اللي بتستهلك طاقتكم، وأيوة لكل حاجة بتكبرك وتريحك. استنوني في بودكاست جديد مع كلام جديد من القلب، وسلام كبير للي عارف قيمته وقال لأ وهو مبتسم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.